بنسمع كتير عن الميه البيضاء والميه الزرقاء، وبنسمع كمان ان الميه الزرقاء اخطر من الميه البيضاء. طب ايه الحاجات اللي لو حسيت بيها في عيني اشك ان عندي ميه زرقاء؟ معروف ان الميه الزرقاء هي عباره عن تاثير في العصب نتيجه لارتفاع ضغط العين في الغالب. يبقى من ضمن الاعراض اللي لو حسيت بيها اشك اول حاجه حدوث صداع، خصوصا لو في المنطقه فوق العين او في مؤخره الراس، ولو كان مصاحب معاه رغبه في القيء او ضبابيه ده معناها ارتفاع شديد في ضغط العين. تاني حاجه لو انا حسيت ان مجال الرؤيه بتاعي بدا يتاثر، يعني مثلا انا بسوق العربيه لما باجي اركن في الجنب مثلا اليمين او الشمال مش بقدر اشوف الحاجات اللي جنبي، فمعناها ان انا برضو مجال الرؤيه بدا يتاثر. تالت حاجه لو انا عندي تاريخ وراثي في العيله، ان والدي او والدتي او حد في العيله عنده ميه زرقاء، لان هي عاده مرض جيني. لو انا عندي حاجه من الحاجات دي يفضل ان انا اتوجه فورا للطبيب للكشف وتحديد اذا كان انا عندي ميه زرقاء ولا لا. وده ليه؟ لان دايما الاكتشاف المبكر للميه الزرقاء بيسهل علاجها، لان دايما التاثير اللي بيحصل في العصب بسبب ارتفاع ضغط العين بيبقى صعب ان انا ارجعه تاني مره تانيه. لو حصل ان انا اكتشفت المرض بدري هقدر اعالجه عاده عن طريق القطرات، بفضل ماشي عليها طول العمر بتظبط ضغط العين، وعاده بيفضل المريض في حاله كويسه. لو الموضوع تطور اكتر ممكن نلجا للخيارات الجراحيه، وعاده بتكون نتيجتها اقل، فعشان كده بنقول دايما ان الوقايه خير من العلاج.